سلام سلام، مرحبا بكم في جربتها قبلك. اليوم حضرت لكم بريوش طري وهش ومحشي، ريحته تعبي المطبخ دفء وراحة. الطعم يجمع بين حلاوة خفيفة ونكهة الشوكولا المميزة. وصفة لازم تجربوها. أو معايا شوفوا طريقة التحضير خطوة بخطوة. نبدأ بالمكونات على بركة الله. نستخدم في هذه العجينة كوبين من الفرينة، 2 ملاعق كبيرة من السكر وملعقة صغيرة خميرة فورية ورشة من الملح، حوالي كوب إلا ربع من الحليب الدافئ، حبة بيض وملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير: في وعاء نضع الفرينة ثم السكر والخميرة والملح نضعه بعيدا عنهم، ثم نضيف حبة بيض وفانيليا ثم الحليب تدريجيا حتى تتجمع العجينة. لما نعجن وتصبح ناعمة وطرية نضيف الزبدة تدريجيا ونعجن حتى تمتصها العجينة. بعد ذلك نتركها تخمر حوالي ساعة. بعد ذلك قسمت العجينة إلى كرات متساوية ووضعتها في صينية على ورق الزبدة مع ترك مسافة بينهما، وتركتها تختمر مرة ثانية حوالي نصف ساعة، ودهنتها بصفار البيض ثم نرش الشوكولا المبشورة من الأعلى. بعد ذلك ندخلها إلى الفرن حتى تتحمر. وهذه النتيجة بعد الطهي. إذا جربتوه قولوا لي رأيكم في التعليقات. لا تنسوا تتابعوني للمزيد من الوصفات المجربة من مشروع جربتها قبلك، وبإذن الله دائما وصفاتنا تكون مباركة وطيبة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.